بسرعة عموما عايزين نتكلم عن الريد فلاجز زي ما بيقولوا، او الحاجات اللي اتحذر منها كده وانا بفكر ان انا ارتبط بحد، سواء انا كنت بنت او ولد. ايه العلامات اللي لو ظهرت في الشخص اللي بفكر ارتبط بيه اخد بالي واسناني على طول واهرب؟ قبل ما اقول لك الريد فلاجز او الانذارات اللي لازم تكون في العلاقه، لازم نكون واعيين لجزء مهم قوي، وهي حته ان العلاقات احتياجات. انا بكون محتاجه شيء في العلاقه، لو الانسان اللي قدامي ما ادانيش الاحتياجات اللي انا محتاجاها فدي بتبقى علاقه مرهقه. بس في الاول وفي الاخر انا بشوف احتياجاتي دي، انا فعلا باجي على الشخص ده، هل يا ترى الاحتياجات دي فوق طاقته وبعد كده انا بطلبها؟ فالاحتياجات دي اسمها دي احتياجاتي. فالعلاقه ساعات احنا بنبدل الادوار وبنشوف ان الشخص ده مثلا توكسيك او عنده ريد فلاجز او بيعمل، رغم ان انا ممكن يبقى عندي مشكله. صح، ده حقيقي. فنبدا مثلا باول ريد فلاج ممكن نقول عليه ايه؟ الشخص اللي انا بطلب منه اهتمام بشكل كبير جدا وهو شايفني ولا حاجه، يعني مركز على مشاعره بس، اكني في سنجل ريليشن شيب، ما بيدينيش عطاء، ما فيش عطاء متبادل. ده بيبقى ريد فلاج. ممكن بالنسبه للعلاقات اللي انا هكلمك فيها دي شامله كل العلاقات. تقصدي صح؟ مش لازم يكون نرجسي، بس ممكن يكون اللي هو ايه، شخص اكنه عارفه ما كانش في ريليشن ودخل في ريليشن فبيتعامل اكنه انا اللي احتياجاتي لازم تكون متلبيه، عنده جوع شويه، مظبوط. فاللي قدامه بيحاول يديله وهو ما بيديش حاجه في المقابل، فبالتالي العلاقه دي بتبقى مؤذيه جدا، لان انا عماله ادي وانت ما بتدينيش حاجه. فهماكي. طبعا في جزء مهم جدا وهو اسمه الجاز لايتنج، زي الشعلة كده، بس بنسميه زي ميزان الاطفال، سيسون اتيتيود، ميزان الاطفال اللي هي المراجيح بتاعه الاطفال دي، انه احنا نبقى مخطوبين مثلا، يوم يكلمني ويطلعني سابع سما واليوم اللي بعده يديني كولد شولدر، لا يا ريته يحسسني ان انا ولا حاجه. هنا المشكله بتبقى عندي جدا، لاني انا بيبقى في تساؤلات، انا عملت حاجه ضايقته، طب انا زعلته، طب احنا كنا كويسين، ده زهق مني وانا مش عارفه انا عملت ايه. فاللعبه دي بتتعب ومرهقه جدا جدا. ده حقيقي، ده حقيقي. وبرده حاجه الابيوز بيهيفير او الاستغلال العاطفي، وده جزء منها يشكل تحت بند ان انا دلوقتي مثلا بدات اتعامل مع شخص ويقول لي انت مجنونه رسمي، الكلام ده ما حصلش، الكلام ده انت يا بنتي اتجننتي، ايه انت بتعملي سيناريو، انت مريضه نفسيا، انت محتاجه تروحي تتعالجي. ده حقيقي. دي من اخطر الحاجات، ان انا بروح للناس اقول لهم يا جماعه هو مش كان قدامكم الحوار، هو مش ده حصل، بيبدا يشككني انا شخصيا في نفسي، ده بيقلل ثقتي بنفسي، بيخليني احس ان انا تعبانه مرهقه جدا، مش قادره افكر، فده في حد ذاته بيبقى مؤذي. كمان يا ساره اللي بيبقى داخل مهتم قوي بزياده، عارفه اللي هو ايه ده، معقول في حاجه كده، عارفه انت الجو ده برضو يعتبر ريد فلاج، المفروض ان احنا ناخد بالنا منه. هو في اول العلاقه البدايات بتبقى جميله، بس عشان اظبط البدايات بتاعتي، يعني اظبط الزاويه بتاعتي، انا لازم احط مشاعري في جزء وعقلي في جزء، ما عميش نفسي خالص. صح. لان اول مرحله بتبقى ادميريشن، اعجاب وانه الراجل عايزني او معجب بيا، فبيحاول يديني، فانا من كتر الحلاوه اللي انا شايفاها بروح لاغيه العقل خالص. صح. فما يعمل اي حاجه غلط، يعمل تصرف قدام مثلا ويتر مثلا يتعصب عليه جامد، ده حبيبي، اشوف الحقيقه بتاعته يا ريت انا ما بعملش كده. في بنات بقى الوعي عندها بيبقى تحت خالص، ده حبيبي النهارده بس كان عنده ضغطه شغل فتعصب على الويتر، هي معميه زي ما بيقولوا، فلازم يبقى العقل شغال والقلب شغال. صح، معاكي حق، برافو عليكي. فدي مثلا حاجات فاهمه. صح. وانا كمان مع البدايات الهاديه، ان احنا نعمل كنترول او نسيطر شويه على نفسنا، بلاش نسيب مشاعرنا تتدلدق بالمنظر ده، ما بيبقاش احسن حاجه خالص. ده حقيقي.